مساء الخير والفل والياسمين على حبايب ماما جولة الحلوين. بقالي كتير ما طلعتش معاكم ولا عملت فيديوهات لاني كنت يا جماعه تعبانه جدا جدا جدا. جات لي انتكاسه تاني، ظهري تاني بدأ يوجعني، رحت المستشفى كذا مره. النهارده لابسه بقى حزام خفيف كده غير الحزام الحديد، حزام فيه عظمه بس من ورا كده. وحشتوني كتير 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 كتير. وحشتوني على قد ما تقولوا وحشتوني. معلش انا مش مرتبه نفسي بقى لاني مش قادره لا البس ولا اقلع ولا اعمل اي حاجه، سامحوني. النهارده هنعمل مع بعضينا اكله سمك حلوه كده، هنعملها في صينيه، وهنعمل رز الصياديه اللي هو الرز الاحمر. انا متبله السمك من امبارح اهو، بصوا عايزه اوريها لكم اهو. انا متبلاه من امبارح، انا بصراحه تبلته امبارح اهو بصوا، تبلته امبارح سمك مخلي وما قدرتش اعمله، رحت حاطاه في التلاجة، قلت لما اشد حيلي شويه بكره ان شاء الله اعمله اهو. بصوا تمام كده. ادي السمك اهو. طبعا انا بعمل شويه سمك على قد انا وجوزي، ما بعملش كتير. تمام. طيب هتعملي ايه يا ام جوله؟ هنعمله دلوقتي في صينيه ونحطه في الفرن، ونفصل شويه المواعين دول مع بعضين. انا محضره الصينيه اهي، هحطها هقليه الاول السمك. هقليه ازاي؟ هحط حبه دقيق، حبه نشا، شويه كمون، شويه ملح بس في الدقيق، واربط البتاع ده واحمره نظبط الدنيا مع بعضين ونحطه في الصينيه. طبعا الصينيه لما اجي احطها هحط بصل، هخرط بصل دواير، هخرط طماطم دواير واحطها في كعب الصينيه، واحط عليها السمك واحط فوق وش السمك دواير طماطم، وتسقيها بالصلصه وتدخلها الفرن. هو طبعا مقلي فيه زيت وفي كل حاجه، ما تحطيش زيت تاني. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعضينا. يلا يا حبايبي هنبدا نقلي السمك دلوقتي اهو. انا جبت طاسه اهيت فيها زيت، وجبت الدقيق بتاع السمك اهو اللي انا هعمل فيه السمك اللي انا هقليه فيه. حطيت عليه كمون وحبه ملح صغيرين، حبه كركم صغيرين وشويه كمون، وخلاص على كده تمام. وهنعمل فيهم وشويه نشا. تمام. هنلبط بقى السمك اهو. يا رب تكونوا بس شايفين، انا متهيألي انتوا مش شايفين حاجه. تمام اهو. انا بصور على قدي بقى يا جماعه لان انا تعبانه، والتصوير هيطلع مش قد كده، ما تاخذونيش بقى معلش اهو. بصوا، وكمان حضرت الطماطم اهي، عملتها دواير اهي عشان احطها على وش الصينيه، في كعب الصينيه في وش الصينيه. وكمان البصل اهو برده خرطته دواير اهو. هوريكم اعمل صينيه السمك دي ازاي. طبعا انا بصوا بعمل كمان الرز اهو. هولع عليه رقر اهو، هولع عليه بالمره وانا واقفه كده اهوت كده. هنحط السمك اهو. يا رب تكونوا شايفين السمك. انا معلش يا جماعه بقى سامحوني اهو. السمك اهو هنحط بقى السمك لسه ما سخنش الزيت اهو. وبنعمل حبه رز صياديه حمر همت. هنقلي السمك ونعمل شويه الرز الصياديه، وهوريكم بقى الصينيه بنعملها ازاي. هنقلي مع بعضينا السمك اهو، وبعد ما نقلي السمك هنرص الصينيه مع بعض برضه. هم 4 سمكات او 5 سمكات على قد انا وجوزي، عشان السمك اللي بيفضل ما بيتاكلش، حرام نرمي الاكل. طبعا دي اللي هيفضل بالنشا ده هحطه في برطمان واستعمله مره ثانيه يا جماعه، وخليه تستعمليه مره ثانيه، ما ترموهوش خساره يترمي. يلا هنقلي بقى السمك مع بعضينا، ولما يتقلي هوريهولكم وهو مقلي. طيب قلبي قلينا السمك اهو، ما قليتهوش قوي ما حمرتوش قوي، بس هو اتحمر مني شويه مش مشكله، نص تحميره اهي. هنرص بقى الصينيه. هنرص الصينيه ازاي يا ماما جوله؟ بصي يا حبيبه قلبي، يا رب تكوني شايفه اهو. بصي هنرص دواير طماطم اهو. بصوا دواير طماطم. نمسح الميه عشان انا غرقت الدنيا.
الرز دواير الطماطم اهو تحت، وكام دايرة بصل برضو اهو معاهم، عشان تبقى الدنيا ايه مشكلة. ايه رأيكم؟ اهو تمام كده يا ولاد. اهو البصل اهو، رصينا البصل اهو تحت في الكعب اهو تمام. وادي السمك هنحطه كده اهو، بسم الله. اهو هو مش كتير سمك، مش كتير، بس انا ايه ما بحبش اعمل كتير عشان ما يترميش يا جماعه، انا وجوزي بس، انا وزوجي. طيب هتعملي فيه ايه يا ماما جولا بعد ما رصيتيه كده؟ بص هنعمل ازاي. انا بس مش قصه صراحه. تمام، هنحط بقى دوائر البصل ديت اهيت، والطماطم فوق الوش اهو 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 اهو. شوفوا يا ولاد هتطلع لذيذه وجميله جميله جميله. التوابل اللي انت عايزه تحطيها حطيها عليها، مت ايه يعني، اي توابل اللي انت عايزه تحطيها حطيها، مش شرط توابل معينه يعني، بس لازم الكمون يا جماعه ماشي. لازم الكمون. تمام. انت رصيتيها كده يا ماما جولا، وبعد ما رصيتيها كده هنعمل فيها ايه؟ هوريكم هنعمل فيها ايه دلوقتي. تمام. انا حطيت البصل والطماطم تحت، وبعدين رحت حاطه السمك، وبعدين رحت حاطه ايه بصل دواير وطماطم دواير. تمام. طبعا انا مش هحط ملح لان انا كنت مملحه السمك الاول. هنحط معلقتين صلصه اهوت، انا دوبتهم. اللي عايز يحط صلصه يحط، واللي مش عايز هي كده كده الطماطم هتخر ميه، ما تقلقوش يعني. معلقتين صلصه اهي، شفتوا كده اهي معلقتين صلصه. بس انا لازم ادوق السمك اشوفه حادق ولا مش حادق، علشان ايه احط شويه ملح. لازم احط حبه ملح. تعملي حسابك لو الملح بتاع السمك كتير ما تحطيش ملح تاني. انا هحط حبه صغيرين. انت شويه ملح همت. حلوه كده. نزودها شويه ميه كمان عشان ايه تاخد وتدي مع بعضيها. بصوا يا حبايبي حط شويه ميه عليها كمان. رشي بقى الصلصه بتاعتك كده اهو، بصي. طبعا هنغسل شويه المواعين دول مع بعضينا دلوقتي. انا طبعا مش قادره اقف، باين كده احتمال يكون المواعين دي من نصيب جوزي لما يجي يعملها، لان انا خلاص ظهري وجعني. عملت حبه الرز اهمت، لما يستووا هوريهم لكم اهو، وطيت عليهم خالص اهو. هنبدا نولع الفرن بقى اهو كده، وبعدين هنولعه على 250 اهو وستارت. تمام كده، ولعنا الفرن بتاعنا اهو. هنحط بقى الايه الورق الفويل على الوش اهو. يا ماما جولا انت ما حطيتيش زيت ولا اي حاجه في البتاع، ما هو السمك مقلي بزيت يا جماعه، فمفيش داعي نحط زيت. تمام، السمك مقلي بزيت فمفيش داعي نحط زيت. اهو هو الورق لزق في بعضيه ليه بقى كده؟ ليه كده يا ورق زعلتني؟ الحمد لله. انا مش قادره اقف، ايه سامحوني ها. يدخل بس الفرن ونروح مدخلينها ايه الفرن. تمام. بصوا انا لفيتها اهو بورق فويل، هحطها في الفرن دلوقتي بس لما يسخن الفرن شويه. سخن اهو. يلا هنحطها بقى في الفرن. يا رب تكونوا شايفين الفرن. انا مش قادره اوقف تصدقوا. طب استنوا بقى يا رب. الحمد لله حطيتها. يا ظهري. طبعا شويه الدقيق دول قلنا مش هنرميهم اهمت.
والمواعين هنغسلها مع بعضينا. تمام. في شويه مواعين هم هنغسلهم مع بعض اهم في الحوض اهم، شويه صغيرين مش كتير يعني اهم، كم طبق كده. لو ربنا قدرني وغسلتهم ما قدرنيش يبقى جوزي لما يجي يغسلهم. بقى يا حبايبي ايه، صينيه السمك بعد ما خلصتها طلعها لي جوزي بقى فوق اهي وبردت. هنقعد ناكل بقى وتاكلوا معانا بقى، هنعمل فيديو بقى واحنا بناكل مع بعض كده عشان تاكلوا معانا. يلا بصوا ادي الصينيه اهي والرز هوريهولكم. وادي الرز اهو يا ولاد، بصوا رز مفلفل احمر، رز صياديه بس رز ايه بالحبايه، تبدريه واحده واحده كده. بصوا تمام. الاسمر اللي فيه ده بصل اهو. يلا بينا بقى نغرف وناكل سوا. يلا اشوفكم على خير في فيديو حلو. قولوا لي ايه رايكم في صينيه السمك.